أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي كعبة وبيها طوف، أمي دكتورة وديوة، أمي أعز من الهوى، أمي ما تعرف حقد، أمي أحلى من الورد. القراءة السليمة هي واحدة من الأمور اللي ممكن تكون بشكل بديهي سهلة بالنسبة لأي حدا بالغ، لكن لما تكون القصة متعلقة بطفلة بالمعنى الحرفي للكلمة، طفلة مخارج حروفها يفترض تكون بهي المرحلة من العمر، لا تؤهل تماما على أن تقول اللغة بشكل السليم، إلا أنه هي قادرة على أن هي تقول اللغة وتقول المفردات وتقول الجمل بطلاقة وبطريقة جذابة وبطريقة حلوة، مثل ما هي الطفلة حلوة اللي هي اسمها شام البكور. فازت طبعا بمسابقة تحدي القراءة على مستوى البلاد، وأيضا وصلت للتصفيات النهائية بذات المسابقة، لكن على مستوى العالم العربي أو كما يقال الوطن العربي. شام البكور البنوتة الجميلة والمهضومة هي اليوم معنا وين؟ بشام اف ام اللي هي على اسمك وانت على اسمها. أهلا وسهلا فيكي. أسعد الله مساءكم ومساء جميع مستمعين شام اف ام. يا سلام، خلص اكتفينا، يعني نحن هلأ اكتفينا بأنك عبرتي عن حالك بهي الطريقة. خلينا نبلش من الأول. أول شيء قلتي لي شو اسمك، بس ما قلتي لي قد ايه عمرك. أبلغ من العمر 7 سنوات. يعني إذا أنت مصرة تحكي باللغة العربية الفصحى مشان أنا كمان أحكي معك، ولا مبسوطة أنا عم بحكي معك هيك؟ ضل هيك. طيب، أنت بتقرأي بشكل كتير جيد، يعني بشكل اللي مثلك رفقاتك يقرؤون هيك بذات الطريقة؟ في منن هيك يعني في منن لا. كيف قدرتي هيك تصيري تقرأي بهي الطريقة؟ يعني بضل بقرأ هيك لتصير قراءتي إنه كويسة. من أيمت هذا الحديث؟ من الصف الأول. من الصف الأول. وأنت بتقرأي كل يوم؟ بتدربي كل يوم؟ ايه. طب مين بيصلح لك؟ مين بيقول لك هون صح هون غلط؟ يعني أحيانا ما بطلع عندي أخطاء، وأحيانا التشكيل ماما بتقلي. بتقلك على التشكيل، فأنت بتكوني بتقري صح. صار في مسابقة، مين قال لك إنه في مسابقة وأنت لازم تروحي يا شام؟ مشرفتك شو اسمها؟ الأنسة علام عمري. قالت لك في مسابقة وبدي إياكي أنت تكوني فيها. ايه، وأنا تحفزت إنه بدي أشارك فيها لأشوف إذا هي صعبة ولا سهلة. جربتي، شاركتي، كان في هيك منافسين، يعني كان في بنوتات وصبيان صغار كمان عندهم يعني قراءة جيدة. حسيتي إنه هن عندهم أخطاء، أنت ما كان عندك أخطاء، كيف أنت قدرتي إنك تتفوقي؟ أنا قدرت أتفوق لأنه الكبار عم بتحاسبوا عن النحو، بس أنا لا، بس على اللغة العربية. أنت لأنه أنت صغيرة، بس أنت مع ذلك بالتشكيل منيحة. شاطرة بالتشكيل. طيب، أنت شو عندك شيء يعني شو بتساوي غير إنه أنت شاطرة بالقراءة؟ أنت شو اهتماماتك؟ يعني بالقراءة وهلا عم ببلش بالإنجليش. إنجليش كمان عم تتدربي بحيث إنك تصيري تقري إنجليش؟ أي. كمان بدك تفوتي مسابقات؟ إذا في أي كمان. طيب، أنت بالأصل شام شو بتحبي تصيري؟ يعني أنت بس تكبري بتقولي أنا بدي صير كذا. عادة اللي بيكون قراءتهم حلوة مثلك بيقولوا بدنا نصير مذيعين مثلا، ممكن يكونوا ممثلين. أنت شو بتحبي تصيري؟ في هذا الوقت وأنا في هذا العمر لا أستطيع تحديد ماذا سأكون في المستقبل. أنا أسعى وأطمح وأجتهد لأترك بصمة، أترك أثر. أطمح أن أكون شخصية ناجحة نافعة، أصنع شيئا جديدا في الحياة، أنفع عائلتي وأصدقائي، أقدم شيئا لوطني. أنا لا أريد أن أكون شخصية عادية، أريد أن أكون شخصية متميزة بأخلاقي وبقلبي الكبير. نحن الأطفال دائما صورة مشرقة مبهرة. صحيح أن بلدنا عاشت الحرب وعانينا الكثير من الصعوبات، ورغم ذلك يجب أن نترك أثرا جميلا. طيب، هلا الأثر الجميل، حدا قال لك إنه أنت أثرك جميل قبل؟ بيقولوا لك إنه أنت كتير حلوة؟ ماما يعني كل حدا بيشوفني هيك بيقلي. كل حدا بيشوفك هيك بيقول لك إنه أنت كتير حلوة. أي. وبتقرأي بشكل كتير منيح. بس هلا قبل ما نبلش كنتي قايلتي لي إنه أنت هيك الماما هيك قالت لك عن رغبة بكرة بس تكبري بدك تصيري، شو كانت؟
قالت لي إنه أجيب مجموع طب وأدخل يعني شو ما بدي. يعني جيبي أعلى مجموع ونقي اللي بدك إياه. أمم. ليش ما فكرتي باللغة العربية إنه تدرسي اللغة العربية؟ ما هيك بس تكبري تقولي أنا بدي أتعلم أكتر باللغة العربية. ما حدا هيك شجعك قال لك هاي القصة؟ شو قلتي له للي قال لك هيك؟ شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي بناء على رغبتي، فأنا أحب أن أتحدث باللغة العربية الفصحى. فهذه المسابقة جمعتنا على هدف واحد، وهو إحياء تلك اللغة، فهي لغة مقدسة تحمل بين حروفها تعاليم الأديان. أراد الله عز وجل أن يكرمها بأن تكون لغة أهل الجنة، وسميت اللغة العربية بلغة الضال. وعن جمال اللغة العربية فقد أبدع أمير الشعراء أحمد شوقي: أودع لسانك واللغات فربما غنى الأصيل بمنطق الأجداد، إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال سره في الضاد. هلأ كنت بدي أسألك أنا عن الشعر، إنه إذا أنت حافظة الشعر. طلعتي حافظة الشعر؟ وحافظة للمتنبي: عشب قسم سجد قد مرنا هثري فاهتسل غضرمي صبحمي قصص برازع دلتني نل، وهذا دعاء لو سكت كفيته لأني سألت الله فيك وقد فعل. قولي لي كمان شعر. شو حافظة الشعر تاني؟ هاتي لشوف. أقل أنا الأقطع إحمل علي سلي قاعد زد هالشبشة تفضل أدني سر سلي. انت منقي الاشعار اللي كانت الناس تتحدى بعض فيها اذا قادرين على حفظها او لا. انت كمان غير انه بتقرأي بشكل سليم، تحفظي منيح، تحفظي بسرعة. حافظان قصة المتنبي اللي اعتى بسيف الدولة وحر قلبه ممن قلبه شبيب، ومن بجسمي محالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد بدا جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لوجته فليت أن بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مقمدة وقد نظرت إليه والسيوف دمه، فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. فوت العدو الذي يممته ظفر في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم. ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها ألا يواريهم أرض ولا علم، أكلما رمت جيشا فانثنى هربا تصرفت بك في آثاره الهمم. عليك هزمهم في كل معترك وما عليك بهم عار إذا انهزموا. أما ترى ظفرا حلبا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم، أن الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها ويسخر الخلق جراها ويختصم، وجاهل مده في جهله ضحك حتى أتته يد فراسة ودم. طب هلا أنا إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف الرمح والقرطاس والقلم. هذا عتابك إلا أنه نقة قد دمن الدرة إلا أنه كلم. اسم الله. أنا يعني هي رح أقول شغلة مؤلك هي للمستمعين، أنه عادة نستضيف ونحاور يعني قامات فنية وقامات حكومية وغيره، لكن ما منوقف مشدوهي الفم بهذا الشكل، وأنه منكون يعني حابين نسمع أكتر ما حابين نسأل. فأنا هلأ هيك صار في معك انه انا حابب يعني اسمعك اكتر ما اني اسألك اسئلة، بس انا مضطر كمان هيك لحتى اعرف الناس فيكي اكتر. بدي اسألك عن اللحظة يلي سمعتي فيها اسمك انه انت رابحة بمسابقة تحدي القراءة على مستوى سوريا. هاي اللحظة انت قديش فرحتي فيها؟ والدتك، مين كمان موجود كان من اعمامك، اخوالك، رفقاتك اللي كانوا موجودين، كيف فرحوا معك؟ اللي احكي لي.
أنا فرحت كتير أول ما نزع اسمي، لأنه نحن ما كنا مفكرين إنه أنا، يعني كنا مفكرين غير حدا، لأنه في بكالوريا وتاسع وعاشر، ويعني إن هدول بيقرأوا يعني كتير صفحات كبيرة، يعني أكيد هدول أقوى. بس هن أحيانا عم بخربطوا نحويا، عشان هيك في من نصهم خربطوا. ولما نزع اسمي يعني كتير فرحنا. شو جابوا لك هدية؟ قليني بيني وبينك. عطوني الدرع. عطوكي درع؟ وين حطيتيه؟ بالبيت. بضلت تشوفيه كل يوم وبتنبسطي فيه. طب هلا في على مستوى العالم العربي، الوطن العربي، شو هيك احساسك؟ شو عم يقول لك؟ رح تفوزي كمان؟ اليوم هلا كنت بالفحص وانا قدمت منيح، وحسيتهم انه انبسطوا، لانه حتى قالوا لي انه نحن كتير انبسطنا فيكي ولانه شفناكي. يعني هيك حاسك قلبك انه رح تفوزي كمان. اي هلا نحن بدنا اياكي تفوزي عشان نرجع نقعد نحن وياكي ونفرح فيكي ونرفع راسنا فيكي، لانك انت شاطره وبتستاهلي. هلا مع انك شاطره وبتستاهلي، بس نحن هيك حابين نجربك وانت عم تقراي خبرين صغار. هلا انت مانك حابه تصيري مذيعه، اتفقنا على هي القصه، بس يعني بلكي غيرتي رايك مع الايام. هاتي لشوف، قرأي لي هالخبرين وسمعيني اياهم بصوتك الحلو. حققت أغنية النجم السوري ناصيف زيتون الجديدة بالأحلام قرابة 4 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب بعد مضي 2 أسبوعين على انطلاقها، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري. انطلقت عروض فيلم الهيبة في السينما سيتي في دمشق بحضور أبطال الفيلم تيم حسن ومنى واصف وزينة مكي، إضافة إلى المخرج سامر برقاوي. يا سلام يا سلام، هاي القراءة السليمة تخليك تصيري مذيعة. من هلا عم قلك بس لتكبري. هلا اتفقنا انه لتكبري، بس كبرتي صار فيكي تاخذي قرار، خلص لازم تصيري وقتها اذا اردتي مذيعة. طيب هلا قلتي لي من شوي انه انت عم تتعلمي انجليش، واذا كان في مسابقات انجليش كمان على مستوى العالم، هيك مثلا بتتشجعي بتشاركي، ولا انت انا بس عربي بقرأ عربي بس؟ لا بشارك، يعني هلا بدي اتعلم انجليش، ابلش بالانجليش بعدين مشان اقرا روايات بالانجليش، واذا في مسابقات رح شارك. طيب مين بيدعمك هيك كتير شام؟ هيك بتحسي بيدعمك، بيوقف معك، بيساعدوكي هيك على طول بهي القصة، قصة القراءة؟ إيماني بالله تعالى، ثم أمي وأبي رحمه الله. فأمي كانت الدعم الدائم لي، فهي كانت تشجعني على قراءة الكتب وتكتشف إمكانياتي. أنت ساكنة بحلب؟ تحبيها لحلب؟ شو أحلى شي بحلب؟ هي يعني موطني، أنا كتير بحبها. يعني هيك في مكان بحلب بتحبي تروحي عليه كتير؟ القلعة. تحبي القلعة كتير؟ بتروحي على طول؟ ايه. شو بتاكلي هنيك؟ شو بيبيعوا أكلات؟ هنيك يعني أنا بقعد بشرب عصير وبلعب. هيك هي حلب. لسه حلب حلوة. ايه حلوة كتير. بس صار في حرب هنيك بحلب. كنتي تسمعي هي الأصوات وكنتي ما كنت صغيرة. كنت كتير صغيرة. ايه. يعني ما لحقتي هي القصص المو حلوة. ايه منيح الحمد لله. طيب هلا انت زيارة بالشام. حلوة الشام كمان. ايه. شو هيك شو عملتي؟ احكي لي. رحنا تمشينا ورحنا على السيف الدمشقي. تصورتي جنبه؟ يعني بدك تورجيني الصورة. طيب آخر شي بدي إياكي هيك تقولي كلمة شكر لمين ما بدك تشكري، الحدا يلي أنت هيك عبالك تتشكري بأنك أنت وصلتي لهون ونجحتي ورافع اسم البلد، رافع اسم حلب، ورافع اسم سوريا، ورافع اسم يعني الناطقين بالعربية. فهيك بدي إياكي توجهي شكر هاي للكاميرا طبعا، للناس يلي عم يشوفوكي. أشكر أمي وأهديها. أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي كعبة وبيها طوف، أمي دكتورة ودواء، أمي أعز من الهوى، أمي ما تعرف حقد، أمي أحلى من الورد، كون أحول عمري إلها وكون أنا موتا قبلها، أمي من الجوع
ناكل من إيديها. شقد أحب سوالف أمي، مزحت فدوى لحجيها. ما أقول لك أمي كعبة وما أقول لك بيها طوف، بس أقول لك أمي عين وبلي عين شلون أشوف. وانت عيوننا يا شام، وانت عيوننا، ونحن سعيدين فيك كتير بهذا الكلام وهذا الإحساس وهذا الجمال. انت كتير حلوة وصوتك حلو وقراءتك حلوة. ضلي اقرأي على طول، ونحن ناطرين ما نسمع عنك غير الأخبار الحلوة، انك انت دائما عم تفوزي بكل المسابقات. وين بيكون في تحدي كمان نحن رح نقلك عليه وتشاركي فيه وتفوزي. نحن بنحبك كتير، وأهلا وسهلا فيكي. وين؟ شام FM. أهلا وسهلا.